وإياك أن يستفزك فساد أخلاق أهل زمانك حتى تصير فاسدا. تمسك بأخلاقك أنت في مقابل فساد أخلاقهم. مهما شتموك لا تشتمهم، مهما خانوك لا تخنهم، لا تخن من خانك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن المرء أحيانا لا يعلم من عورات من ينازله ويخاصمه بالفجور، يعلم من عوراته ما يجعل مخنقه في يده، لكن دينه لا يبيح له أن يتكلم في شيء، فيظن هذا منه ضعفا، وإنما هو موطن القوة الحقيقي في النفس السوية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، كما ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. هذه الحياة فرصة من أجل أن يعبرها الإنسان إلى القرار المكين في الجنة، فهي محنة ومنحة. هي منحة على هذا المعنى، وهي محنة عند التفريط فيها، عند تضييع الأوقات. ما مر منك لن يعود، والذي يمر من عمرك وأنت سوي، أنت صحيح وأنت قادر، سيمضي بك إلى وقت لا تكون فيه صحيحا ولا سويا ولا بقادر. هذا ما فطر الله عليه الكائن البشري: طفولة وضعف، فتوة وشباب، كهولة وشيخوخة وضعف، وانحدار إلى المغيب. معلوم أن الإنسان يبلغ أشده على 40 كما قال الله رب العالمين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذه قمة المنحنى. يبدأ المرء من على المستوى، ثم يبدأ في ارتفاعه مع هذا المنحنى، حتى إذا بلغ قمته ببلوغ 40 بدأ في الانحدار إلى المغيب. ومعلوم أن الانحدار يكون أسرع، وليس شرطا أن ما بقي يكون على قدر ما مضى، فقد لا يبقى شيء. ليس شرطا أن يصل المرء إلى قمة المنحنى وأن يبلغ الأشد في 40 أن يبقى 40، لأن ذلك لا يعلمه إلا رب العالمين. ثم فيه الضعف، فيه الاحتياج. بعد أن كان يدب على رجلين سيدب على 3، يستخدم العصا، ثم بعد حين لا يستقل على عصاه، يحتاج إلى من يستند إليه ويتوكأ عليه. لماذا تظلم نفسك؟ ستمر أيامك وتنقضي لياليك ويمضي عمرك، وكل ليلة تدنيك من القبر ليلة، حتى يأتي الليل الذي لا صبح له إلا يوم القيامة. الليلة التي لا صبح لها إلا يوم القيامة. عندما تدخل قبرك هذه ليلتك الأخيرة، لا ليل لك بعدها يعقبه إشراق، وإنما هذه الليلة صبحها يوم القيامة. فلماذا تظلم نفسك؟ وليس في هذا شاب وشيخ ولا كبير ولا صغير، الكل في هذا القانون واحد، أننا نرى الصغير يموت كما يموت الكبير، وربما قبله، وربما تجد معمرا تمضي به أيامه ولياليه وأعوامه حتى يبلغ من الكبر أشده وأعلاه، وتجد شابا في ريعان شبابه يقضي ويموت. فنسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين.